النهاردة هنعمل شوربة العدس الأصفر بأبسط طريقة. هجيب معايا طماطمتين، بصلتين، جزرتين، فصين توم، كوبايتين عدس أصفر غسلاهم ونقعيهم ومصفياهم. هجيب كل الكلام ده وهقوم حطاه في حلة، وبعد كده أجيب مية ويعني أخليهم المية تغطي الخضار بالعدس. هرفعها على النار لغاية لما تبدأ تغلي. هبدأ بقى تلاقيها كونت الريمة. هبدأ أفضل أشيل منها الريمة لغاية لما المية بتاعتي تبقى بيضة خالص. شايفين ازاي؟ ما غطيش الحله في المرحله دي. ابدا اغطيها لما الاقيها دخلت في مرحله السوا زي ما انتوا شايفين كده. اسيبها بقى على نار هاديه لغايه لما تستوي خالص. اتاكد ان الخضار كله بتاعي مستوي. ابدا بقى اضيف عليها واحده مرقه، شويه كمون، شويه ملح، زي ما انت عايزه بقى ايه البهارات بتاعتك. انا هنا ضربتها بالهاند بلندر. لو ما عندكيش هاند بلندر حطيها في الخلاط، بس لازم يكون الخلاط ازاز. لو بلاستيك سيبيها لما تهدى وبعد كده تضربيها. الشوربة دي كل ما بتقع كل ما بتتقل، فأنا هنا غرفتها على طول. لو لقيتيها بعد ما بردت تقلت شوية تحطي لها شوية مية وتديها غلوة، هتتظبط معاكي القوام. كده هي صحية خالص، ما فيهاش أي دسم. بس طبعا أنا مؤذية. أخدت معلقة سمنة حطيتها في الطبق عشان تديها طعم، وعصرة ليمون، وبألف هنا وشفا. دي طبق النهاردة شوربة العدس. كان معاكم جيهان الشناوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.